اهلا وسهلا بكم البنات في فيديو جديد كيما العاده والعوايد محفز ان شاء الله يعجبكم. اليوم جبت لكم روتيني المسائي يوم الخميس، النهار اللي ديما نحب نرتب فيه روحي، نرتب فيه الدار باش نلحق للويكاند مرتاحه، وخاصه انه هذه الفتره فتره امتحانات ولازم نوقفوا معاهم، يعني نخليهم يركزوا يعرفوا واش يراجعوا لانهم مازالوا صغار وما يعرفوش اصلاحهم. نهار الخميس بالنسبه ليا هو نهار نختم به اسبوعي بشويه نظام، شويه وقت للعائله وليا، وان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، تلقاو فيه حاجه تنفعكم وتزيد فيكم وتخفف عليكم من ضغط الدار والاولاد. المراه اللي واقفه على دارها على اولادها على مسؤوليتها، وهكذا كتكون المرأة الفحلة. أنا أم ل5 أطفال، ربي يبارك فيهم وربي يحفظهم لي ويحفظ لكم وليداتكم. مانيش من الصالحين، ولكن نحاول كل يوم نكون واحدة منهم، نحاول نصلح من روحي، نخدم في داري ونربي ولادي ونكون سند ليهم قبل ما يكونوا كبار. حبيت نقول لكل أم راها تشوف فيا وتسمع فيا، راها القوة مش في الهضرة، القوة في المواقف، القوة في الصبر، في السعي اليومي. كتكوني فحلة، كتعمري دارك حب وتربي ولادك على الأخلاق وتعاوني راجلك وتكوني عمود الدار بصبرك ونيتك. ورانا كامل نعيشوا مرات نفس الضغط، كامل نحسوا بالتعب بالمسؤولية اللي ما تكملش، خصوصا وقتها كي ما يكونش الشكر، كي ما يسمعك حتى واحد يعطيك الصحة ولا ربي يقدرك. بصح واش ديري؟ هذه هي الأم، تخدم بقلبها وما تستناش المقابل، لأنه المقابل الحقيقي هو وليداتك تشوفيهم يكبروا على خير ويتعلموا يرفعوا لك راسك. ديما نقول بيني وبين روحي ما يضيع حتى تعب عند ربي، حتى إذا الناس ما شكروكش ربي يشوف وربي يجازي، والتعب هذا كامل يجي نهار وين يبان الخير تاعو. فيا حبيبتي كتحسي نفسك باللي اليوم طفيتي ولا تعبتي، عارفي باللي راكي ما كيش وحدك، كامل رانا نمروا بنفس الظروف، بصح نبقاو واقفات، لانه الدار بلا بناء والو. يعني ثاني ولادتنا ما يلقاو حتى واحد يفهمهم ويرعاهم قدنا. وخلي هذا الفيديو يكون طاقة إيجابية لك ولكل أم راها تعبانة، راكي شاطرة، راكي قدها، وربي يقويك ويعطيك على قد نيتك. وزيد البنات، مادامني أم ل5 أطفال راني نحب نكون واقعية معكم، مش كل يوم سهل ومش كل يوم نوض فرحانة ونوض نشيطة، بصح راني نقوم بداري بوليداتي رغم كل حاجة، يعني رغم كل الصعوبات. درت يعني شوفوا درت روتين خاص بيا باش ما نضيعش، باش نلحق نخدم، نلحق نقريهم ونخلي الدار واقفه. ما نكذبش عليكم، مرات نلقى روحي نخمم يا ربي كيف هذا نكمل هذا النهار، بصح كي نشوفهم يلعبوا قدامي يضحكوا، ولا كيجي واحد فيهم يقول لي ماما فرحتيني، ماما فهمت الدرس، ويسمعني وياخذ لي الراي كيما نقولوا، هنا نقول الحمد لله لك يا رب العالمين، راني في الطريق الصح. والروتين هذا وريته لكم وجا من قلبي باش تعرفوا كيفاش نوزع وقتي في وسط المسؤوليات، كيفاش نجاوب هذا ونحضر لهذا ونراجع مع هذا. وحتى لو كان الضغط كبير وما نسمعش كلمة شكر، ونقول في روحي مش مهم، المهم ربي يبارك فيهم وفي صحتهم ويعاون كل أم واقفة. شوفوا ربي شاهد عليا، راني ما نمدش حاجة ما نعيشهاش، من ما نهدرش على حاجة ما نديرهاش، نقاسمكم يومياتي وطاقتي بكل صدق ومصداقية، باش كل أم تشوفني تقول راني إن شاء الله. شوفوا تقول كيفاه نوصلها لكم، يعني كل أم تشوف فيا تقول رانا كامل كيف ونقدروا ان شاء الله نوصلوا ونديروا كل حاجه زينه في حياتنا. هذا الروتين اللي وريته لكم مش باش نقول لكم شوفوني، لا وريته لكم باش تعرفوا بلي الامر ممكن حتى مع الخمسه، حتى مع التعب، حتى مع غياب الشكر. مرات تغيظني روحي ومن بعد نقول اذا ما وقفتش اليوم غدوه يلوموني ويعود التعب مضاعف وتقعدي تجلديقه في روحك. غدوه كي يوقفوا قدامك الله يبارك وربي يحفظهم، يعني رجال ونساء متربيين على يدك، تنسي هذاك التعب كامل وتعودي راضيه على روحك. عنوان الصورة المصغرة اللي حطيته لكم ما حطيتوش باش يبان الفيديو، حطيته باش نوصل لكم المعنى الحقيقي. راه كل واحدة فينا فحلة، كل واحدة عندها مسؤولياتها وقادرة توازن بيناتهم.
برك شويه نيه، شويه صبر، شويه تنظيم، وخلوها قاعده. كوني ام صالحه قد ما تقدري، حتى لو كان ما وصلتيش للكمال. كوني ام حنونه حتى لو كان ما شكروكش. كوني ام واقفه، وما تنساوش راه كل خير نديروه اليوم غدوه نلقاو نتيجته في ولادنا وفي حياتنا وفي اخرتنا. ربي يقويكم كامل يا حبيباتي، ويجعل بيوتكم عامره بالرحمه والبركه. نحاول نشارككم افكار ونصائح من الواقع، حاجه نعيشها كل يوم وتساعدني نوقف على داري. ما تكبريش على روحك الضغط، ديري الحاجه بالتدريج. 5 دقائق تنظيف هنا، 10 دقائق تنظيف لهيه، ومع الوقت تشوفي الدار تاعك الله يبارك نقيه ومنظمه بلا ما تحسي. هكذاك انا نخدم في داري، ومهما كان عدد وليداتك حاولي كل واحد تعطيه وقته، حتى لو كان دقيقة ولا جملة. برافو عليك. ولادتنا كي يسمعوا كلام مليح يتحفزوا ويولوا يتعاونوا معنا. ديري جلسة مع روحك ثاني تعاوني بها روحك. شوفوا خواتاتي كيما راكم تشوفوا هنايا، حطيت قبل هذاك الدجاج رقدته في الماء والخل والملح وخليته على راحته، كم تعرفوا على جال الريحة تاعو، ورحت نعجة في الكسرة. هذه هي طريقتي انا، نحط كلش ضربه واحده. السميد درت 3 عبار، والفارينه درت عبار واحد، مغرف سكر وملح وسانوج، والخماره درت مغرف كبيره ونص. خلطت هذوك النواشف كامل مع بعضهم كيما شفتوا، ومن بعد لميت بالماء يكون دافي. العشاء تاعي شوفوا مع المغرب كان واجد. كسره سخونه الله يبارك، زواجه تاع خضره، والحمد لله على النعمه. ربي يدومها ان شاء الله. ويبقى لي الوقت باش نروح نقريهم ونكتب لهم بعض الاسئله. هذه يا خواتاتي قلت لكم ديري جلسه مع روحك، تعاوني يعني بها نفسيتك، كيما تشربي كاس تاع قهوه براحتك، تجبدي شعرك، تعطري روحك، ديري مكياج خفيف ولا دعاء قبل ما تبداي الخدمه. صدقيني هذو الامور يعطوك طاقه كبيره وتحسي بقيمه روحك. حاجه اخرى، علموا وليداتكم المسؤوليه. واحد يلم العابه، واحد يمسح لك طابله، طفله يعني دخليها مرات تغسل لك الماعين يعودوا خفاف، تفرش الفراش وترفحوا. وهذا راه مش تعاون برك، يتربوا ويكونوا واعيين. وفي فترة الامتحانات لازم نوقفوا معاهم، على خاطرهم راهم مازالوا صغار، ما هم يعرفوا والو، يعني ما يعرفوش اصلاحهم. لازم نراجعوا معاهم شويه بشويه ونشجعوهم بلا ضغط. اليوم شوفوا رجعت مع بنتي العلوم الطبيعيه، تقرا سنه اولى متوسط. صدقوني حافظه دروس لابس عليها. قلت يعني نحل معها شويه مواضيع باش نشوف واش فاهمه واش مازال. بدينا نحلو، حسيتها تقول حاجه ما قراتها، كشغل تخلطت عليها كامل المعلومات. قريب نهبل، حاولت نبقى هاديه معها ونتحكم في غضبي، على خاطر بصراحه كي نغضب انا هي ثاني تزيد تغضب. فقلت شوفوا نحبس شويه ونسكت باش ما نزيدش نعقدها. وبسكاتي هذاك كنت قنشت في روحي، وبعدها الحمد لله هديت ورجعت نفهمها نقطة بنقطة، ووريت لها كيفاش تفهم مش كيفاش تحفظ. يعني هذه هي اخواتاتي، يعني نحاول كيفاش نشارككم روتيني البسيط من بيتي البسيط، وكيفاش راني قايمة به يوميا. يعني بشكل يومي راني نحط معكم فيديوهات وين نقدر. نتمنى يعجبكم ويكون في المستوى المطلوب. وقبل كلش نتمنى نقدر ننفع به اي وحدة عايشة نفس معيشتي ونفس المسؤوليات تاوعي، بغض النظر على الظروف ولا على حجم الدار ولا على التعب. المهم النية والقلب الصافي. المهم نوضي كل صباح وقول يا ربي سهل لي، يا ربي قدرني، والباقي يجي وحده. حبيت نوصلكم رسالة بلي مش لازم تكوني كاملة باش تكوني ناجحة، ومش لازم تكوني مثالية باش ديري الخير. ياسر ديري قد ما تقدري وبالنية الصافية. وإذا أنا نقدر نواجه 5 أطفال، دار وخدمة ومراجعة وضغط، حتى انتي تقدري بحول الله تعالى. راني نحاول نطيح ونوض ونتعب ونقول الحمد لله على نعمة الانشغال، وهذه هي الحياة. نتمنى فيديو تاع نهار اليوم يعطيكم شوية طاقة، شوية أمل، شوية تنظيم. وإذا عندكم أسئلة ولا حبيتوا نشارككم أفكار جديدة ولا روتينات أخرى، مرحبا بكم في أي وقت. وإذا وصلتي لهذه النقطة من الفيديو ماذا بيا ما تبخلينيش بالدعم تاعك، راه دعمكم هو اللي خليني نكمل، هو اللي يعطيني الطاقة باش نشارككم أكثر من يومياتي البسيطة ونصائحي وتجربتي المتواضعة كأم ل5 أطفال. كلمة طيبة، تعليق بسيط ولا حتى جام يقدر يبدل نهاري كامل ويعطيني دفعة كبيرة، لأني نحس باللي كاين ناس قدامي تستفاد وتفهم معايا. وما ننساش نقولكم ربي يجازيكم
كل واحدة دعمتني، ويبارك في وقتكم وفي نهاركم وفي وليداتكم وفي صحتكم. وإذا عجبكم هذا الموضوع شجعوني باش نقدم لكم فيديوهات أكثر واقعية ومن قلب الحدث، لخاطر انا هنا راني على جالكم وعلى جال كل ام تحب تهز روحها وتتعلم حاجه جديده. وبعد اخواتاتي كيما راكم تشوفوا حطيت الخضره تاعي طيب، وراني مع شوفوا المقطوع تاعي خلاص راه واجد، درك نطيبو كيما راكم تشوفوا. عجنته في وقفه لا بيسرا لا والو، خدمته بيدي بعد اللي قطعته ونقيت الدجاج، مسحت البوطاجي، درت له رغوه، ونزيد ندير لهم هذيك الزواجه كيما شفتوا تجي الله يبارك خاطره وسخونه تفتح النفس. واش نقول لكم صورتك تعود كسرة مطلوع في وقفة واحدة، يعني كملت كلش والحمد لله. وهكذا خواتاتي نعقب نهاري مش كامل ماهوش وردي، بصح بالإرادة بالتنظيم وبالدعاء نقدر نحقق التوازن بين الدار بين الأولاد وخدمتي. في المحتوى هو في الحقيقة فيه تعب، بصح نحط من قلبي، أنا ما نديرش كلش مع بعضه، يعني نعطي كل حاجة وقتها. عندي وقت نصور فيه ووقت نخليه كامل الدار ووقت خاص بولادتي نقرأ معاهم ونسمع لهم. المحتوى مش حاجة يعني نزيدها فوق ظهري، نحاول ديما نربطه بحياتي اليومية. شوفوا مثال راني نطيب، راني نصور معاكم، ننظم، نشارك معاكم باش ننفع غيري وننفع روحي. والمهم هو التوازن، ما نخليش المحتوى يضغط على داري ولا نخلي الدار تمنعني من الحاجة اللي نحبها يعني ونحب نديرها. هنا كما راكم تشوفوا خواتاتي عشايا الله يبارك راه واجد المطلوع والزواجة كيما هاك. بالنسبة لي أنا هي أحسن مثال على القناعة، يعني خدمتهم بلا تكليف وبلا صرف زايد. البركة مش في الكثرة، البركة في البساطة، عشا دافي نعمة بين يديا وقلوب راضية وفرحانة، وهذا هو أهم حاجة في داري. ومن بعد اللي تعشينا اكيد رجعت لميت كامل يعني لميت المايده. شوفوا ما نصور لكمش كلش باش الفيديو برك ما يجينيش طويل، نحاول نعطيكم مقتطفات وهذيك المقتطفات تكون حقيقيه. توجهت لولادتي نقرا معاهم شويه يعني باش نحضروا الامتحانات، كل واحد وطريقته، مره نشرح مره نعاود. درت لهم اسئله على الرياضيات كامل، وما احلى هذيك القعده. شوفي تسترجعي كامل هذوك الذكريات ملي كنتي صغيره وتقراي وتراجعي وتسهري، كلش راحت وقعدت تقضي ذكريات. وهكذاك مع ولادتنا تصرى لهم هما ثاني. كيما راكم تشوفوا خواتاتي راني مع الرياضيات هذه تاع سنه اولى متوسط، واللي قبيل تاع بني اللي يقف سنه ثالثه متوسط، وثاني درت لبني الصغير. المهم كملت معاهم. ومن بعد من بين مسؤوليه ومسؤوليه ما ننساش روحي اكيد، دوش نبدل حوايجي، نعطل روحي باش نرقد مرتاحه ونشحن طاقتي لنهار جديد. وهكذا هو الروتين تاعي كيما هو خواتاتي، بسيط وواقعي ومن قلبي. يعني كل يوم نتعب بالصح على ناس نحبهم، وربي يقدرني ويقدر كل ام راها تكافح يعني وتحاول كيف توفق بين دارها ووليداتها وخدمتها. شوفوا خواتاتي منتوج اريبيا هذا وعدت ما نستغناش عليه، نغسل به وجهي. شوفوا يعطي واحد الاشراقه اكثر من روعه، حسيت وجهي ولا انقى، وحتى اللمعه الطبيعيه رجعت لي بلا ما نكثر منتجات نستعملوا الصباح كي نوض وفي الليل كنعد نرقد كيما هاك. ريحت والله يبارك البنات والله قد هبل. شارككم الحاجه اللي جربتها بنفسي وشفت نتيجتها، ونحب نقول لكم على حاجه باش يعني تجربوها وتستفادوا منها كيما انا اللي راها تحب عنايه بسيطه وفعاله. هذا هو اللي نقترحه من قلبي. لحقنا هنا خواتاتي نهايه الفيديو، نحبكم ونموت عليكم والله شاهد على ما اقول. راح ندير فيها دوش كيما راكم تشوفوا كيفاه، يعني ثاني نستعمل الكيس هذا كتشوفوها معايا كيما شريتها، نستعملها انا الاولى وكيما هاك يعود كمل نهاري بالصحه والعافيه. نتمنى من ربي يعود عجبكم هذا الفيديو وقدرت ننفعكم به، وان شاء الله يا ربي في ميزان حسناتي. هذا ما نقول لكم، نخليكم اخواتاتي على خير، ونتلاقاو في فيديو جديد اذا حب ربي الكريم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.